حبيبتك مالها؟ ايه اكتر موقف عملته حلو معاك في 25؟ ادتني خازوق شفاف عمره ما يتشال. ده زومبي صح؟ مالها بقى؟ والله ادتني خازوق بالكبده يا صاحبي. ده انجليزي دي يا مرسي. انت ايه حكايه الكبده معاك يا صاحبي؟ الكبده فيها بصل وطماطم وزيوت وانا حاسس انني مزيت في بعض في العلاقه دي. لا شيء. طب ما تسيبها يعني والله ما انا شكلي بعد البرنامج ده هسيبها فعلا لو اتفرجت عليه يعني. انت ما بتحبهاش؟ والله مش قصه بحبها، انا مش هحبها الا مراتي. امال خاطبها ليه طيب؟ زي اي شاب نفسه في الكبده. انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. طب انت مش حابب تقول لها حاجه تفرحها بيها من خلال البرنامج بتاعنا؟ عايز اقول لها ان انا خدت اكبر خازوق شفاف عمره ما يتشال. هتقول الكلب ده. بتحبها؟ لا. واخدها استبن يعني؟ كبده احب الكبده شويه. روح ربنا يفتح لك الابواب المغلقه. لو جالك فرصه ان انت تسيبها دلوقتي هتعمل ايه؟ خازوقات كتير بس المره دي بقى خلصانه. كم مره؟ 3 بس احي يوم ما عرفتها يا صاحبي كانت سنتين مطينه على دماغها ودماغ اللي جابوها. سافل. تشربت البيت الله يحرقك. انا مش مرتاح. انت مش مرتاح؟ لا. ما تسيبها، خاطبها ليه لحد الان؟ هو شكلي كده العلاقه دي مش هتتم يعني، كده مش هتتم يا صاحبي. انا صريح وشي مكشوف. طب خبيه بقى. اهو. لو عرضت عليك مليون جنيه دلوقتي مقابل ان انت تسيبها هتعمل ايه؟ هسيبها عادي. ايه ده حرام عليكم. انت مد قوي يا صاحبي. مش حابب زي الحلقه دي بقى؟ ازاي يا صاحبي؟ مفيش مشكله عندك؟ مفيش اي مشاكل.